الأمر الثاني أحبتي أو الثالث اللي يحبها الله عز وجل ويكره خلافه ونقع فيه كثيرا أحبتي إلا من رحم الله، قضية الأدب مع الله. كيف الأدب مع الله؟ يعني تشوف واحد مثلا ما يصلي أو واحد يدخن، المهم واحد ترى أنت أنه أقل منك في الدين، هذه قد تدفع فيها ثمن كل حياتك، بل أغلى من حياتك تدفع فيها ثمن دينك. إيش يعني هذا الكلام؟ ردة فعلك حينما تنظر لرجل تظن أنه أقل منك في الدين أو امرأة تظنين أنك أحسن لبس منها، ردة الفعل والإحساس الداخلي قد تدفع ثمنه إذا ما كان موافق للقرآن. إيش يعني هذا الكلام؟ ماشي ورحت تصلي وشفت واحد ما يصلي أو المهم من أعلى منكر، ثم أحسست في نفسك في داخل نفسك شوش هذا؟ وش الحالة دي؟ هذا رايح فيها ضايع وصايع، صح؟ نسمعها يا جماعة؟ نسمعها؟ صايع رايح فيها، هذا منتهي وضعه، أنا أحسن منه بمليون مرة، هذا صح؟ انتبه حبيبي الغالي، انتبه. سأعطيك إيش ردة فعلك المفروض تكون بإذن الله من خلال القرآن، لكن انتبه من هذا الخطأ، لأنك الآن رأيت أنك أنت بنفسك من أصلحت نفسك، صح ولا لا؟ وأن هذا أصلا منتهي وأنت أحسن منه. أقسم بالذي لا إله غيره لو كنت من ملائكة الله الذين ليس عليهم ذنب قط ثم قلت هذا الكلام، والله الذي نفسي بيده أن يمر عليك يوم وأنت في نفسك تقع في ذنب وجريمة يعلمك الله أن هذا ما يقع فيها، هذا أحسن منك. لو كنت ملك، كلامي صحيح يا جماعة ولا لا؟ لو كنت ملك ولا أبالغ؟ اللي يرى أني أبالغ يرفع يده يا جماعة. لو أنك ملك، إذن الكل موافق يا جماعة؟ خذ الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها إيش من يفسد. يا رب تخلق واحد بيفسد وبيخرب الأرض، ها؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن إيش نسبح بحمدك ونقدس لك. أنزلوا آدم ورفعوا أنفسهم، صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ صح؟ الله لا يحب أنك أنت ترى أنك أنت من أصلحك؟ الله. إذا تأدب مع الله وأنت تذكر نعمته اللي أعطاك وحرم غيرك. أنت لو تعطي ولدك الآن 50 ريال وتعطي الثاني 10 ثم تشوف هذا أبو 50 يضحك على أبو 10 يقول أنا أحسن منك، بتأخذ منها 40، صح؟ هذا إذا ما أخذت منها 50، صح؟ لأنه رأى أنه هو الأحسن، نسي من كرمه سبحانه. فبدل ما يحمد الله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وبدل ما يخاف الله أن يزيغ قلبه مثل ما أزيغ قلبه، طيب ماذا عمل الله عز وجل لهم؟ الملائكة حقروا، نزلوا من شأن آدم ورفعوا من شأنهم هم. لاحظ هم لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ولا ذنب، ركعا سجدا، ما شفع لهم هذا. قال الله انزلوا واسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجدوا. والله سيعلمك الله في يوم من الأيام إن استحقرت أحد أنه أحسن منك وتقع في جريمة أعظم من اللي كنت تستحقره عليها، فتأدب مع الله وقل الحمد لله الذي عافاني، وخف أن الله سبحانه لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك،
ترى قلبك وقلبه واحد، لكن الله أنعم عليك فتأدب مع الله. طيب بعدين يوم سجدوا رفع الله آدم قال اسكن أنت وزوجك الجنة. والله سيحصل هذا إن استحقرت أحد، سينزلك الله يوم من الأيام منزل ترى أن هذا أحسن منك فيه، فتأدب مع الله. إيش المفروض أسوي؟ أول ما ترى واحد ترى أنك أحسن منه في الدين، وهذا أعظم شيء، فاحمد الله أولا. 2، اسأل الله جل جلاله أن يثبتك على ما أنت عليه وأن لا يزيغ قلبك. 3، ادعو الله له. 4، أمره بالمعروف ونهه عن المنكر رحمة به. واضح يا جماعة؟ 4 أمور إذا صار لك ردة فعل غير هذه والله ستندم. أحد الإخوة والله يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، هو إمام مسجد وما تراه إلا في المسجد وأولاده في التحفيظ وحفظ القرآن، شيء عجيب. ثم فجأة والله يا جماعة، وأنا جلست مع رجل بنفسي، جاي يشتكي لي ويبكي يا جماعة من أولاده فعلوا فيه الأفاعيل، يتطاقون في البيت. اللهم اهدهم وأصلح قلوبهم وجميع شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم يا رب العالمين. يطعنون قدامه يقول والله يا جماعة أنه يبلغ الشرطة، كل شوي جاي عند بيته يمسكونهم، هذا يدخله في الأحداث وهذا يدخله في السجن وهذا يشتكيه وذا طارده وهذا مقفل عليه الباب. يقول عشت في هم لا يعلمه إلا الله. فجلست أتكلم معه، فالناس اللي كانوا حولنا ويعرفونه قلنا يا أخي سبحان الله هذا الرجل والله يا جماعة جلست معه قلت له يا فلان أبى أسألك سؤال. الله عز وجل لا يغير ما بقوم أبدا حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنا وياك الحالنا الآن. راجع نفسك يا أخي، أولادك كانوا كويسين وطيبين، فراجع نفسك أنت. قد تكون والله يا جماعة أني قلت له الكلمة فانفجر باكين، قلت يا شيخ لا تكون قد سبيت أو أنك استحقرت أولاد ناس وقلت فلان ذا أولاده تعبانين. قال والله الذي لا إله غيره من كل من اشتكيت لو كلمته ما أصابني على جرح مثل هالكلمة. يقول أقسم بالله أني شفت ولد عيال جيراننا يدخلون وراء البيت وقلت فلان ذا ضايع ولا يعرف يربي عياله. يقول والله من ذاك اليوم وأنا من سيء الأسوأ. كلمة قد تستحقر فيها أحد لا تهزأ بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.